تعليق ناري من كابتن محمد أبو تريكة بعد هزيمة النادي الأهلي من المصرية للاتصالات في كأس مصر في دور ال 32 والخروج الغريب جدا جدا من الدور الأول في كأس مصر، حيث أبو تريكة كان له تصريح مهم جدا وتعليق قوي جدا جدا من كابتن محمد أبو تريكة. أتمنى من كل أهلاوي يدعم تصريح أبو تريكة، إلهام جدا لمصلحة النادي الأهلي، لمصلحة النادي الأهلي يا أهلاوي. دعم تصريح أبو تريكة وكلامه بلايك وشير في كل مكان، حيث قال تريكة: كأس مصر مش كأس الرابطة، دي بطولة تاريخية ومن البطولات الرئيسية اللي انت طبيعي تلعب عليها كل موسم. الخروج بالشكل ده من دور ال 32 من فريق درجة تانية لا يليق بالنادي الأهلي، وعيب قوي قوي عليكم. احنا عارفين ان اللائحة بتقول ان دور ال 32 بدون الدوليين، فهل ده مستوى اللعيبة الغير دوليين في الأهلي؟ هل في مبرر لاستمرار 2 محسوبين أجانب زي جراديشار وأشرف داري لما بعد يناير؟ أما مجموعة اللعيبة المحلية اللي جت الموسم اللي فات فرأيي فيهم اتقال في الاستديو هنا ان مفيش فيهم لاعب يقدر يشيل النادي الأهلي في مركزه، وعودة محمد شريف برضو رأيي فيها كان معروف وقلته على الشاشة والناس كانت زعلانة مني. طبيعي البديل ما يكونش في مستوى الأساسي، بس البدلاء في الأهلي بعيد قوي 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 عن مستوى أي لاعب أساسي، وقلت كتير شيء بائس إن ده يبقى مستواك وتبقى شايف إنك مظلوم كبديل، ولما تلعب تقدم الولا حاجة. الأهلي محتاج في يناير تدعيمات قوية ب3 أجانب يشيلوا 3 خطوط دفاع وارتكاز وهجوم، ودي خطوة أولى. وأكمل أبو تريكة: تقريبا 90% من اللعيبة اللي كانوا في الملعب النهاردة ما فيش حد فيهم يستحق يتحط في راتب الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة حتى. اللعيبة دول أغلبهم وجوده في الأهلي هو أصلا اللي يدفع فيه فلوس، ولو الواحد متفهم ومقتنع وواثق إن ده آخرهم فنيا، فالمصيبة إن دي تكون الروح بكم اللامبالاة والاستهتار والتراخي وعدم الإحساس بالجمهور أو حتى الخوف من العقاب أو إنهم يتسرحوا. أنا فعلا زعلان من لعيبة النادي الأهلي النهاردة. وأكمل أبو تريكة: ما هو مصطفى فوزي ده ناشئ من الأهلي، طيب انتم كلعيبة ربنا كرمكم بفرصة اللعب لنادي زي الأهلي وناشئين كملوا في الأهلي، ده شكل ومستوى ومنظر يليق بينا؟ والله لازم تقييم بلا أي تهاون لكل واحد في الملعب النهاردة اللي عمره ما هيجي منه معروف وواضح وباين قوي.